بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ليله جديده وامسيه رمضانيه جديده من البيت الكبير. النهارده هنغطي حفل بيديروا النهارده مركز شباب حلوان الجديده ومجلس ادارته بالتعاون مع اصول ثقافه القاهره وحلوان. ليله رمضانيه جديده في البيت الكبير. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا دايما كل جديد. انتظرونا وحفله رمضانيه وليله وامسيه رمضانيه جديده في حلوان في البيت الكبير مركز شباب حلوان الجديده. انتظروا الحفل الجديد وانتظروا مفاجآت كثيره في حفل اليوم من مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده لكل اعضاء وكل اهل حلوان. انتظرونا وبدايه الحفل ولكن بعد الفاصل. لقائنا دلوقتي مع اللي ليهم الحق الاصيل يتكلموا معانا عن امسيه وحفله النهارده. معانا ومعاكم المستشار عمرو عامر عضو مجلس اداره والقائم باعمال امين الصندوق، هيكلمنا ويشرح لنا ويقول لنا كل حاجه عن حفل النهارده، وكمان هيقول لنا عن مفاجآت كتير مجهزها لينا ولكل اهالي حلوان مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده. كابتن عمرو شرفتنا ونورتنا في تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وحضرتك طيب استاذ محمد، اهلا بيك واهلا استاذ محمد صلاح. تلفزيون حلوان دايما منورينا ومشرفينا معانا. النهارده هنقسم الحديث بتاعنا لثلاث اقسام كده. اول حاجه كلمنا عن النهارده وحفله النهارده بالنسبه لكل اعضاء مركز شباب حلوان الجديده، وايه اللي عامله مجلس الاداره لاعضاء المركز. ان شاء الله النهارده عندنا اول حفله من حفلات ليالي رمضان ان شاء الله النهارده بالتعاون مع قصر الثقافه اقليم القاهره وقصر ثقافه حلوان. طبعا بنشكرهم على التعاون ما بيننا وما بينهم، والتعاون ما بيننا وما بين قصر ثقافه حلوان، استاذ مرام، استاذ احمد ابو السعد، استاذ محمد عبد الفتاح. نتمنى النهارده ان شاء الله تكون حفله سعيده على الجميع ان شاء الله، جميع اعضاء المركز والساده الضيوف والحضور معانا ان شاء الله. هستغل وجودي في المطبخ جوه مركز شباب حلوان الجديده، وطبعا انا معايا شويه اخبار كده من الكواليس احب ان انت اللي تقولها لتلفزيون حلوان لاعضاء المركز ولكل اهل حلوان. اعتقد انه الاول انا هنوه عن اول حاجه واسيب الحاجه الثانيه انت تقولها كمفاجاه. اول حاجه في حفله ثانيه غير حفله النهارده هنقولها للاعضاء، وهتقول لنا ايه المفاجاه اللي اتحرمنا منها سنين طويله الفترات اللي فاتت بقت موجوده السنه دي في وجود مجلس الاداره الحالي. ان شاء الله الحفله الجايه هتكون 14/4 هيشرفنا وينورنا فيها الفنان الجميل عبد الرحمن بلاله ان شاء الله. وبخصوص طبعا ان شاء الله 14/4 الجمعه 14/4 ان شاء الله. بالنسبه طبعا للمفاجاه اللي احنا يعني من قبل رمضان بنسعى فيها، مجلس الاداره مع السيد المدير التنفيذي مع نواب السيد المدير التنفيذي طبعا اللي تعبوا معانا جدا لغايه ما الحمد لله بفضل الله قدرنا ان احنا يبقى عندنا صلاه عيد السنه دي بعد غياب اكتر من يعني تقريبا اكتر من 4 سنين ورا بعض. الحمد لله كانت اخر صلاه عيد على ما اذكر كانت في 2018. الحمد لله السنه دي بعد صلاه عيد ان شاء الله لاعضاء المركز واهل حلوان عموما، ومن خلال تلفزيون حلوان بندعو جميع اهل حلوان ان هم يشرفونا ان شاء الله، نصلي العيد كلنا مع بعض ونفرح تاني زي ما كنا بنفرح قبل كده. وطبعا حابب اوجه الشكر للدكتور سيد حسين وكيل مديريه الشباب والرياضه محافظه القاهره لموافقته طبعا ان احنا يبقى عندنا صلاه عيد بعد طبعا انقطاع لمده 4 سنوات واكتر. طبعا كل شركه تقديس اللي السيده الفاضله مديره منطقه حلوان و15 مايو والشباب والرياضه استاذه نهى علي، طبعا السيد المدير التنفيذي على المجهود اللي قام بيه، كابتن حازم، استاذ محمد امير. طبعا يعني حاجه والله العظيم الواحد مبسوط بيها جدا وحاجه مشرفه جدا. كابتن عمرو بنشكركم بنشكر مجلس الاداره على الخبر الجميل ده وعلى صلاه العيد اللي بندعو كل اهل حلوان ان هيكون صلاه عيد الفطر ان شاء الله في ساحه الملعب الرئيسي بمركز شباب حلوان الجديده. ده خبر حلو جدا لكل اهل حلوان. كابتن عمرو بالنيابه عن اعضاء المركز وعن اهل حلوان بنشكركم، ونشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمد سعيد، وبنشكرك على المجهود اللي انت قايم بيه، وكل سنه وحضرتك بخير. شكرا يا استاذ محمد، كل سنه وحضرتك طيب وبخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. اعاد الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. شكرا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولقائنا دلوقتي مع المدير التنفيذي المحبوب الاستاذ مجدي لطفي اللي هيكلمنا ويقول لنا عن موضوع صلاه العيد اللي بلغنا بيه الكابتن عمرو من شويه. الاول كابتن مجدي، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه وانتم طيبين. جنوب العاصمه بخير طيب وطيب منورنا.
كابتن مجدي، كان معانا الاستاذ عمرو عامر امين الصندوق، وكلمنا من شويه عن خبر لكل اهل حلوان واعضاء المركز ان صلاه العيد الفطر ان شاء الله هتكون عندنا في ساحه الملعب الرئيسي، وده حدث ما حصلش من حوالي 4 سنين. يا ريت حضرتك تكلم كل اهل حلوان وتقول لنا المجهود ده حصل ازاي، ومين اللي وصلنا ان احنا نرجع تاني نصلي صلاه العيد عندنا. لا، هو ان شاء الله انا العيد اللي فات كنت زعلان جدا ان الناس جم وسالوا على صلاه العيد، اما لظروف ما تمتش عندنا. لكن السنه دي الحمد لله من فتره بنستعد ليها. مجلس الاداره خد قراره وبعتنا للجهات المسؤوله كلها بدون استثناء، وكيل الوزاره والدنيا كلها الحمد لله يا رب وافقت، وان شاء الله هتقام شعائر صلاه العيد في حلوان الجديده باذن الله. كابتن مجدي، كلمنا طيب بسرعه كده في عجاله عن ليالي رمضان اللي بتقام في المركز بالتعاون مع اصول الثقافه. دي ليله من اول ليالي ننفذها مع اصول الثقافه، وده بروتوكول بين الشباب والثقافه حلوان، وان شاء الله تعجبكم وتعجب الناس اللي شرفونا، وان شاء الله نحاول يبقى في حفلات جايه باذن الله. كابتن مجدي لطفي، بنشكر حضرتك وبنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين ودايما منورين جنوب العاصمه. واول مره ضيف غالي وعزيز على تلفزيون حلوان جنوب العاصمه الاستاذ احمد ناجي سراج الدين، عضو مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده. كابتن احمد، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن محمد، رمضان كريم عليك وعلى الاسره الكريمه، ورمضان كريم على جميع الاعضاء المركز، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظنهم باذن الله، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبسطهم ونسعدهم بالامسيات الرمضانيه. ان شاء الله صلاه العيد جايه، وباذن الله في حفله برضو مفاجاه باذن الله يوم 14 يوم الجمعة 14/4 بإذن الله، ويبقى فيها فنانين وناس برضو من أعضاء المركز هنا، فريق الموسيقى عندنا، وإن شاء الله نبسطهم ونحاول نعمل أي حاجة اللي احنا نخليهم مبسوطين بينا باذن الله. كابتن احمد ناجي، عايزين كلمه من حضرتك بالنيابه عن مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده بقياده الكابتن محمد سعيد، اللي بنتمنى له من هنا من خلال عدسه تلفزيون حلوان الشفاء العاجل باذن الله. معايده من حضرتك لكل اعضاء مركز شباب حلوان الجديده وكل اهل حلوان اللي ان شاء الله هيصلوا معانا صلاه عيد الفطر هنا في الملعب الرئيسي بعد غياب دام 4 سنوات. كابتن محمد السعيد ربنا يشفيه ويعفو عنه باذن الله. كابتن محمد دايما متواصل معانا، يعني حتى وهو في الوعكة الصحية بتاعته دايما متواصل معانا بيكلمنا، وهو يعني بيبقى عنده جلسات، بيبقى عنده أي كشف طبي دايما بيتواصل معانا. اهم حاجه عنده المركز، اهم حاجه عنده الاعضاء، يتابع معانا الحفلات، لو في بطوله عندنا، لو في اي دورات، اي حاجه عندنا بيتابع معانا، فبنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. بقى على اهالينا كل سنه وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلى الاسره الكريمه باذن الله، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله. كابتن احمد ناجي، بنشكرك ورمضان كريم. بشكرك استاذ محمد واستاذ محمد صلاح، طبعا بنشكره جدا. والله اللي بعده خلاص الرسم انا مش هرسم له تاني، اللي هرسم مش هرسم له تاني. حبيبي مش هرسم لك No. Si. La. Hello. Hello. Si. La. Hello. No. هو قاعد معانا، استاذنك تكلمه انت.
غالي تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتسيبني معاك تمشي حس ولا يا خبر كده برضو يا قمر حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني وما كنتش فتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني وما كنتش فتني خدتني وما كنتش فتني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره جه منول منك حتى الاماني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وهو بكره جه منول منك حتى الاماني وكده برضو يا قمر تصاحبني الجبال يا بريه لو يوم يحسدوا فينا داري العيون يا صبيه لله يا رد الجبال يا بريه لو يوم يحسدوا فيها داري العيون يا صبيه مركز شباب حلوان ولهيئة الثقافة المصرية حبايبنا لسه كل الحكاية في الحفلة دي بهية ده عيونك يا صبية كل سنة وانتوا طيبين يا بهية خبريني ملعون بك العيبين ده عيونك يا صبية بالحب مليانين كل مجاريح الهوى
استاذه نهى شرفتينا ونورتينا في بيتك، البيت الكبير مركز شباب حلوان الجديده، وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. وحضرتك طيب والله اكرم، وانا سعيده جدا الحقيقه انه ده اول حضور ليا في مناسبه سعيده على قلب الناس كلها. رمضان المبارك ربنا يعيده على الامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله، وعلى اهل حلوان طبعا. استاذه نهى، حضرتك اول مره معانا على عدسه تلفزيون حلوان جنوب العاصمه، واول مره في مركز شباب حلوان الجديده بعد الدمج اللي حصل ما بين المنطقتين، منطقه حلوان ومنطقه 15 مايو. عايزين بس الاول نعرف من حضرتك الدور او ايه اللي بيدور في فكر الاستاذه نهى بعد دمج المنطقتين، وايه اللي بتفكري فيه الفتره اللي جايه. طبعا هو بعد انا بقالي بالظبط موضوع دمج المنطقتين ده بقاله شهر ونص تقريبا، يعني لسه ما كملناش شهرين. فلسه رقم واحد، انا طبعا انا كنت مدير منطقه 15 مايو بقالي 5 سنين، فعارفه كل صغيره وكبيره فيه. فلسه بقى حلوان طبعا كنت بشتغل مع حلوان ده اكيد كتير، لكن ما كنتش دخلت قوي في كل التفاصيل. فعشان اقدر احط بلان للفتره اللي جايه صح، لازم اقرا كل التفاصيل الصغيره الكبيره، اعرف كل حاجه ممكن تاثر على الخطه اللي هتتحط. لكن بصراحه يعني مش هبقى صريحه لو قلت لحضرتك ان انا حاطه خطه وهمشي عليها وهنفذ الكلام ده، مش هينفع، لاني لسه ما عشتش قوي، لسه ما دخلتش جوه الانشطه، لسه ما دخلتش. ابتديت اتعرف على الناس، ابتديت اتعرف على الشخصيات، ابتديت اقرا القيادات، لكن لسه ما نزلتش الارض، ما وقفتش في الملعب. طبعا كلمه ملعب هنا قصدي الشغل عموما، مش ملعب معناها بالظبط كده. لما اقدر امسك كل صغيره وكبيره ساعتها اقدر احط خطه صح، انما قبل كده ما اعتقدش ان ده يبقى صح يعني. استاذه نهى، بكلم حضرتك دلوقتي بصفتي احد ابناء مركز شباب حلوان الجديده، فمهم جدا اسال حضرتك. اكيد حضرتك خدت فكره عن انديه ومراكز شباب حلوان، ويعني المساحات، حجم الانشطه، ايه الدور اللي بيقوم بيه كل مركز شباب. هنتكلم بعنصريه شويه على المكان اللي احنا فيه النهارده. كلمينا شويه عن اللي حضرتك عرفتيه وبتفكري فيه، والتعاون اللي هيكون موجود ما بين حضرتك وما بين مركز شباب حلوان الجديد. هو انا من قبل ما اجي حلوان اصلا، ومن سنين السنين معروف ان مركز شباب حلوان الجديده من اكبر مراكز شباب القاهره، مش بس قطاع جنوب يعني. يمكن من اكبر مراكز الشباب اللي فيها جميع الانشطه، مش نشاط معين، فيها جميع الانشطه. ونقدر نقول ان هو على مستوى محافظه القاهره ايقونه في النشاط الرياضي تحديدا، أيقونة في أنشطة أصحاب التحدي، فيهم أبطال عالم، فيهم يمكن أنا لسه حالا دلوقتي متعرفة كمان على ناس لسه براعم تنس الطاولة، والحقيقة الناس أنا فخورة جدا أن أنا اتعرفت عليهم. فحلوان الجديدة مش محتاج حد يتكلم عنه، لكن إن شاء الله بإذن الله أنا شايفة أن هو من أحسن لأحسن، يعني من حسن لأحسن. الفترة اللي جاية أكيد هيبقى في شغل كتير، هيبقى في لقاءات كتير ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر الاحوال باذن الله. استاذه نهى، حضرتك كنت حاضره دلوقتي جزء من الحفل او الامسيه الرمضانيه اللي موجوده في مركز شباب حلوان الجديده، في بروتوكول ما بين اقليم القاهره وسور الثقافه واقليم ثقافه حلوان كمان في الحفلات اللي بتتم في رمضان. حضرتك شايفه حفله النهارده شكلها ايه، وان شاء الله هيبقى في حفله تاني موجوده قبل رمضان ما يجي؟ بص، هو حفلات قصور الثقافة دي متميزة جدا، بتبقى في معظم مراكز الشباب، لكن الحقيقة أنا حاسة هنا إن ليها طابع خاص. الناس مندمجة معاها قوي، فرحانة بيها قوي، أعضاء المركز حاسين إن هم جزء، يعني حاجة كانوا مستنيينها، وده إحساس فرحني جدا طبعا. معلش أنا هاخدك لحتة تانية، أنت لسه بتقول إنك عنصري شوية في حلوان، أنا هاخدك لحتة بقى قبل قصور الثقافة. أسعدتني جدا الفرقة اللي متبنيها المركز، فرقة الكورال بتاعة المركز نفسه. أنا يمكن النهاردة دي كانت مفاجأة بالنسبة لي، أنا عرفت إن هم بقى لهم تقريبا 3 شهور بس لسه متجمعين، لسه بادئين نشاطهم. فدي الحقيقة أسعدتني جدا جدا جدا، خصوصا إن هم يجي لهم الجرأة إن هم يطلعوا على المسرح قبل أصول الثقافة، يعني قبل ناس محترفة. ده حاجة منبئة بإنه إن شاء الله هيبقى عندنا فرقة متميزة وهتقدر تنافس على مستوى محافظة القاهرة. بالنسبة بقى لأصول الثقافة، أنا سعيدة برد فعل الناس ورد فعل الأعضاء على الفرقة. ده شيء جميل مدخل البهجة والسرور على الأعضاء، وده شيء مفرح طبعا.
يا استاذه نهى، احنا بنشكر حضرتك بالنيابه عن اعضاء الجمعيه العموميه في مركز شباب حلوان الجديده ومجلس الاداره والاستاذ مجدي لطفي المدير التنفيذي. بنشكر حضرتك على تشريفك النهارده لمركز شباب حلوان الجديده، وبنطلب من حضرتك دايما تكوني موجوده في وسطينا وفي وسط الاعضاء. وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. وعايزين كلمه من حضرتك معايده لكل اهل حلوان وللجمعيه العموميه في مركز شباب حلوان الجديده. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وأهل حلوان كلهم بألف خير، وكل سنة وأعضاء الجمعية العمومية بألف خير وسعادة، وإن شاء الله نتعاون، وإن شاء الله تكون السنة اللي جاية سنة سعيدة على الكل، وبداية موفقة، بداية لأنشطة جديدة، بداية لتطوير جديد في المركز يسعد كل الأعضاء ويحسس كل الأعضاء بأنه المركز من تقدم لتقدم أكتر بإذن الله. متشكرة لحضراتكم جدا. كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. الله أكرم. متشكرة ليك كده. شكرا.